بالي بارك الله. لا. سلام عليكم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى أهلا وبركاته. ومرحبا. أهلا ومرحبا. شيخنا الفاضل، بودي أن تفسح لي المجال لكي أشارك معكم في هذه الليلة المباركة. بالخدمة. أن تفسح لي المجال كما تفسحه للإخوة الشيعة، بالخدمة. أن يتكلمون بكل أريحية وراحة. ونحن في الحقيقة دائما نواجهونك بأنك تطلب منا طرح السؤال وأخذ الجواب، فهذا لا يسمح لنا على البتة بأن نتكلم وأن ندلي بما يفيد الناس أجمعين. أنا بالخدمة. تفضل. فهل سمحتم لي أن أتحدث بأريحية؟ وطبعا أنا دائما أحترم المحاضرة وأحترم موضوع المحاضرة. على موضوع واحد، تفضل. على موضوع واحد فتفضل. طبعا الموضوع هو يتعلق بمحاضرتكم اليوم، وكانت تتمحور حول شخصية عمر. نعم. وخلاصة المحاضرة وهو أن عمر كان جاهلا وغبيا ولا تليق به الخلافة. صحيح. أليس كذلك؟ نعم. ولكنني حينما أتأمل في هذا الكلام وفي في هذه الخلاصة، يعني أريد أن أصدقكم فلا أستطيع. لماذا؟ لأن المعلومات التي عندي عن عمر رضي الله عنه تنفي هذا الكلام. كيف ذلك؟ سأعود بكم إلى عمر كيف كان في العصر الجاهلي. ونحن حينما نقرأ كتاب عبقرية عمر لعباس محمود العقاد أو كتاب الفاروق عمر لحسنين هيكل، نجد أن هؤلاء الناس يقولون بأن عمر كان أشرب الناس للخمر، وأن عمر كان مولعا بالنساء، وأن عمر كان وكان يعني هناك كثير من الموبقات الملصقة به، وهي حقيقية في الحقيقة، لأنه هو نفسه شهد بذلك بعد أن أسلم. ولكن من الحسنات التي لم تذكروها أبدا وهو أن عمر رضي الله عنه كان أحفظ شباب قريش للشعر. وأرجوك يا أستاذ أن تقف معي عند هذه الصفة. كان أحفظ شباب قريش للشعر. وحينما نتكلم عن الشعر، أنا أشير إلى الإخوة الذين لهم باع في الأدب بأن الشعر الجاهلي قبل الإسلام يعتبر قمة الشعر العربي في جميع العصور. يعني حتى الشعر في يومنا لا يصل إلى تلك القمة التي وصل إلى، والدليل على ذلك المعلقات السبع وأصحاب المعلقات. إذا فعمر كان يحفظ. من قال عمر كان أحفظ الناس في الشعر؟ ستجدوه في كتاب الفاروق عمر لحسنين هيكل. وإنك تعرف الكتاب الآن وإنك تعرف أن شعر الجاهلية لم يكن عن الحكمة ولم يكن عن الهداية. والله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم عن الشعراء الجاهلية: والشعراء يتبعهم الغاوون. يتبعهم الغاوون. وإن شعر الجاهلية دقيقة كان في الهجو، كان في مدح الخمر، كان في مدح الزنا، كان في هذا الأمور السافلة، بل ليس فيها حكمة والهداية. الشعر الجاهلي يا أستاذ، أنت أستاذي. نعم. أستاذي الكريم. نعم. وليس هناك ملازمة بين من كان يحفظ الشعر هو يصبح فقيها في الدين. أخي الجليل. أستاذي الكريم، أستاذي الكريم. أي نعم. أنتم وقفتم في محاضرتكم عند كلمة وفاكهة وأبا. أي صحيح. وقفتم في محاضرتكم عند كلمة القرآن الكريم وفاكهة وأبا، وقلتم بأن هذا يثبت بأن عمر لم يكن عارفا باللغة العربية، وهذا خطأ. إن عمر كان أحفظ شباب قريش في الشعر. فهذا يثبت أن قولك الآن نعم. لأن هذه الرواية وفاكهة وأباء وقول عمر بأنه ما كان يعرف معنى أباء إنه صحيح بشرط البخاري ومسلم، كما صححه من الذهبي وصححه الحاكم النيشابوري. فإن جهل عمر دقيقة دعني أكمل حبيبي، دعني أكمل. فإن هذا جهل عمر بمعنى أب، إن هذا ثابت برواية هو صحيحة بشرح البخاري ومسلم. أما هذا الكلام أنت يا أخي أنا أقطع عليك إذا تدخل مرة. وأما كلامك هذا بأنه كان يحفظ الشعر الجاهلية، هذا شيء أنت ادعيت به، ولا يوجد لديك دليل ولا سند، وتقول إنه جاء في كتاب حسن هيكل
وكتاب حسن هيكل أين من الرواية التي هو صحيحة بشرط البخاري ومسلم؟ فإن هذا دقيقة الآن، وإن هذا يثبت إن هذا كلامك غير صحيح. هذا يثبت إن لو كان عمر حافظا بالشعر الجاهلية لبقي أثر عنه في البلاغة والفصاحة. أين أثر عمر في البلاغة والفصاحة؟ أين أثر عمر في الشعر وفي الأشعار؟ إذا كان هو من أعرف الناس بالأشعار، فإن العرب يفتخر بشعرها، ليس من اليوم، من السابق قبل الإسلام. ولو كان هذا الكلام صحيحا لماذا لم يعرف معنى عبا؟ والرواية لا تقول رواية باطلة، رواية صحيحة بشرط البخاري ومسلم. فإن هذا أدل دليل إن هذا قولك هذا ليس لها سند وليس لها شيء، إنه كان يحفظ الشعر، هذا كلام باطل، كلام باطل. لماذا؟ لأنه أولا لو كان يحفظ الشعر جيدا، لو كان من أشعر الناس لبقي منه أثرا في الشعر وفي الفصاحة. أين ديوان عمر؟ أين ديوان عمر؟ أين أثر العمر في الفصاحة والبلاغة؟ إن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام له هذا الكتاب القيم، هذا هو نهج البلاغة، هذا هو نهج البلاغة. هذا الكتاب تقرأه سطرا سطرا يعجب العقل ويحير العقل بفصاحته وبلاغته وبحكمته. وهذا جاء عدة من خطبه، بعض خطبه، ليس كل كلماته الشريفة عليه الصلاة والسلام. فإذا تقول هو كان أحفظ الناس في الشعر فيلزم منه أن يبقى منه أثر، بل في الفصاحة والبلاغة وفي الشعر لم يبقى منه أي أثر. وثانيا إذا كان هو من أحفظ الناس في الشعر فلماذا لم يعرف معنى عبا؟ وثانيا إن لا يوجد هناك ملازمة بين حفظ الشعر والفقه في الدين، والإمامة تحتاج إلى الفقه في الدين ليس في الشعر. الشعراء يتبعهم الغاوون. وأنا قطعت عليك لأنك لا تسمحني أن أتكلم. السلام عليكم، تفضلوا. ألو، الشرف.